بدات القصه ديالي نهار سحرت لاختي. سحرت ليها. غادي تجيكم غريبه، ولكن هذه هي الحقيقه. اختي كانت نيه بزاف، كانت خايبه هسيه ما زويناش، ولكن الزهر اللي كان عندها ما عند حتى شي حد. وانا الصراحه كنت غزاله وزوينه، خرجت كنشبه الماما، العوينات تبارك الله حشين والشفران قداش والبيوضه. الصراحه كنت غزاله عليها. كبرنا مع بعضياتنا وهي كانت حنينه بزاف بزاف اكثر من القياس، ولكن عند الله ما كنتش كنحملها. كانت تجيني ديك المحنه ديالها الزايده بزاف. كنت كنمرض اقسم بالله، كتبقى سهرانه معايا حتى الصباح وجالسه فوق راسي، وكل ساعه تقول لي واش بغيتي شي حاجه، شربي الدواء، ما تبقايش هكذا. واحد المحنه اللي زايده بزاف، حتى كندور فيها كتعصبني، كنقول لها صافي غير سيري تنعسي، ومع ذلك كتبقى حتى الصباح وهي سهرانه معايا. وعكس فاش كتكون هي مريضه ما كيدي فيها حتى شي حد، لا انا لا ماما ما كيتسوق ليها حتى شي حد، كنخليوها حتى كتصحر راسها. واحد النهار مرت واحد المرضى خايبه 3 ايام وانا طايحه في الفراش، ما كنقدر نتحرك، ما كنقدر نهضر، غير كنرد. تخلعوا عليا ماما حتى هي تخلعات بزاف. صافي قالك نديوك للطبيب. ناض اختي كان جا مع واحد شويه ديال الفلوس، قالك بغات تشري بهم واحد سلسله ديال الذهب. في الحقيقه هي اللي خلصت عليا، وهي تطوان هما الاخرين والله ما عندها. صافي هي هذيك داوني للطبيب عند الاخصائي، قال لي راه عندك ميكروب في المعده، وخرج لي الدواء. حتى هو شراتو لي، حتى ما شاط ليها حتى ريال باش تشري شي حاجه. المهم بقات مقابلاني ديك 4 ايام، كتعطيني الدواء الماكله، حتى صحيت الحمد لله ونت على رجليا. تقول بحال راه هي ماما ماشي اختي. هي كانت كبيره عليا ب7 سنين، وانا كان عندي ديك الساعات 20 عام. صافي هي هذيك داز عام تزوجت وهي ما تزوجاتش. فرحات ليا في عرسي، ما قداتها فرحه، تقول هي اللي تزوجات. صافي هي هذيك وليت كنجي لدارنا، كنبقى زعما تنبين لها بان راه فاتك التران وانتي ما تزوجتيش، ونبقى نلوح على الهضره ونبقى نفوح عليها، وكنبقاو نضحكوا عليها انا وماما. صافي هي هذيك من بدا 3 سنين الزواج طلقت، وجيت لدارنا جلست معاهم. صافي غير طلقت هو جا خطبها واحد السيد من فرنسا مغربي، عنده واحد المشروع قدو قداش. المهم كانت هي خدامه عنده، شافها داخله سوق راسها ظريفه. صافي جا خطبها، داروا العرس اسطوري، وانا في عرسها قسما بالله حبست الدموع غا بز. ولات لاباس عليها، شرا ليها شحال ديال الذهب والقفاطن، وانا شدتني الغيره ما نكذبش عليكم، حتى لدرجه حاولت نتقرب منه شحال من مره، وتنقول علاش انا اللي ما نكونش في بلاصتها، علاش هي. صافي تعميت عمى وليا عينيا وتوسوست ومرضت، وقلت علاش انا اللي خصني نكون في بلاصتها، انا احسن منها. صافي قلت خصني ندير اي حاجه باش نفارقهم. واحد النهار مشيت عند واحد الشوافه باش نسحر ليهم يتفارقوا، وفعلا قالت لي جيبي التصويره ديال عرسهم، ديتها ليها وشي قفل وشي تخربيق، ديت لها كل شيء. ولكن هنا فين غادي تكون الصدمه القويه بزاف اللي عمري ظنيتها. المهم قررت انني نفارق اختي على راجلها وما تبقاش تحمل فيه الشعره، وديك الساعات ناخذ ليها انا. علاش هي اللي تكون عندها الدار، انا احسن منها، انا زوينه عليها، وانا صغر منها ب7 سنين. هي واخا خايبه كانت كلشي الظروف عندها مقاده، حتى من الراجل كان تيحماق عليها، وكان بخيرو وبخميرو، عنده مشروع تبارك الله قدو قداش. فرش ليها الدار، شمنك يا طلامط، شمنك يا فراش، كل شيء كيحمق. حتى من العرس دار لها عرس اسطوري اللي عمره ما يتنسى، وهذا الشيء زاد فقصني في عظامي، وحتى مرضت في صحتي. صافي هي هذيك، وحاولت شحال من مره نتقرب من راجلها ولكن بدون حتى شي فائده. المهم بعد ما سحرت ليها دازت 15 يوم تقريبا هكذاك، السيده بدات تمرض شويه بشويه وتتصفر. قلت صافي بدات يشد فيها السحور. صافي هو فاش شافها في ديك الحاله تخلع، هزها داها للطبيب. ساعه لقاوها حامله، جا عرفتي فرحان، شرا لها داكشي اللي بغات، داكشي اللي كتوحم عليه كله جابوا ليها. وانا زدت شدتني الفقصه والبكيه، وكنتسنى امتى يشد فيها داكشي اللي درت لها. بغيت غير فوقاش نتهنى منها وربي كبير. من بعد داز واحد الوقيته وهي بدات عاوتاني كتصفر وكتمرض، وطاحت للفراش ما عرفوش شنو فيها. صافي وراجلها تخلع عاوتاني داها للطبيب، تيقولوا له ما فيها حتى شي حاجه. تيقول لها واقيلا غير لوحم هذاك والو. من بعد 3 شهور طاح لي هذاك الولد اللي في كرشها. صافي بدات الحاله ديالها كتزيد تدهور،
واخا هكاك هو ما فقدش الامل، ما خلى بها حتى شي طبيب تيقول له نفس الهضره ما فيها حتى شي حاجه، وقرر انه يديها لفرنسا. يقدر يكون في المغرب ما عرفوش المرض ديالها، وفعلا داها لفرنسا. المهم مشاو لفرنسا تقريبا جلسوا شي 15 يوم ورجعوا. ما خلاو ما داروا لها تماك في فرنسا، داروا لها الراديو، داروا لها السكانير، والو ما عرفوش شنو بها. صافي عطاوها الدواء ورجعات، بقات هكاك تقريبا لمده 3 شهور وهي على داك الحاله. صافي هي ديك نهار على نهار غير ما كتزيد تمرض وتصفر، ولات كطيح وتتفركل، والو ما عرفت حتى شي حد شنو بها. صافي كنا انا وماما ديك الساعات جالسين معاها كنقابلوها، حتى واحد العشيه وهي تعيط ليا قالت لي اجي راه بغيت نهضر معاك. صافي هي ديك بقات كتبكي وتنخصص وتقول لي صافي انا اختي راه قربت نموت، كنحس براسي صافي هذه هي الاخره ليا حتى شي طبيب ما لقى ليا الدواء. صافي ديك اللحظه قالت لي عيط الراجل انا بغيت نهضر معاه. عيط له في التليفون، جا كيجري مخلوع تيقول راه صافي وقعات ليها شي حاجه. دخل لقاها جالسه كتبكي، قالت له جلس حدايا راني بغيت نقول لك شي حاجه. جلس حداها، قالت له شوف انا راني قربت نموت، هادشي اللي كنحس به. عندي لك واحد الطلب، هي انك عمرك تدخل شي مره برانيه للدار، وما غاديش تلقى حسن من اختي، هي غادي تصونك، وانتي عاوتاني تهلاي فيه، وراه هو ولد الناس وغادي يصونك. انا صافي حسيت براسي غادي نموت. بقى هو كيشوف بها ما عرف باش تبلا، انا عاوتاني انا بقيت غير كنشوف. الاخر قال لها ما تقوليش بحال هاد الهضره هادي، انت ان شاء الله غادي تعيشي ومازال غادي تعيشي.